ما نرضاش يخاصم القمر السما، ما نرضاش تدوس البشر بعضها، ما نرضاش يموت جوا قلب نداه، ما نرضاش تهاجر الجذور أرضها، ما نرضاش قلبي جوا يغني جراس تدق صرخة ميلاد. مساء الخير. النهارده يوم جديد في مصر جديدة، زي ما كنا بنقول قبل كده وكنا بنتكلم وبنحكي وعملنا كشف حساب وعملنا مصر رايحة على فين. النهارده هنعمل حاجة لذيذة قوي. مساء الخير. النهارده برنامج جديد من برامج جريدة ثورة مصر. زي ما عملنا كشف حساب وعملنا مصر رايحة على فين وعملنا باب الخير، النهارده بنتكلم في حاجة اسمها عايز حقي. هنتكلم عن حاجات بتمس الناس قوي في الشارع وعايزين نوصلها للناس مش عارفة حاجة عن الشارع. عايزين نوصلها للناس اللي قالت ان احنا هنفتح الدنيا كلها والناس كلها هتبقى في خير. عايزين نوصل لها الكلام ده عشان يحلوا مشاكل الناس دي، عشان لما نسمع ان في واحد يتبهدل عشان خاطر 3-4,000 جنيه، صح؟ عشان نسمع ان في واحد ما يلاقيش اكل بيته، صح؟ عشان نسمع ان في واحد كان بيشتغل ويصاب وما يلاقيش حد يعالجه ولا يأمن له حياته، برضه صعب. النهارده فعايز حقي ضيفنا استاذ احمد الامين، الاعلامي المعروف والمشهور واستاذنا كلنا طبعا. معانا سيد فرغالي السيد، معانا عادل مصطفى محمد، معانا مسعد محمود احمد. كل شخصيه من الشخصيات الثلاثه ليها حكايه. احنا مش هنتكلم ومش هنحاول عشان عارفين ان الناس بتزهق، لكن كل واحد هيقول حكايته ايه وهيقول موضوعه ايه، واستاذ احمد برضه يقول رايه. وابتدي بسيد. ايه موضوعك يا سيد؟ موضوع اللي انا مش لاقي شغل بقالي سنتين من ساعه الثوره ومش عارفين رايحين على فين فعلا. مش لاقي شغل. تشتغل ايه اصلا؟ بجيب 10 تلفاز ولا 5 تلفاز وطلع هم يا دوبك بيلموا تمام، قاعد في اوضه وصاله و 200 جنيه مش عارف اصدقها. اسرتك من كام واحد؟ نعم. اسرتك من كام واحد؟ بنتين وامهم، يعني احنا 4 مع بعض. بنتين وامهم، 4 افراد. مشكلتك ايه؟ مشكلتي ان انا عليا قضيه ومش عارف اسدهم 4000 جنيه و 3000 جنيه عشان مفيش شغل. دي مشكلتي. القضيه سببها؟ سببها ثلاجه وغساله. بخصوص بنتي. ليه؟ اتجوزها وما عرفتش اسد، يعني شهر ما دفعتش راجل اشتكاني. مش هنقول احنا بنتكلم على بتوع الامن. بتوع الامن بيشوفوا شغلهم، ولكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم بيجوا لي البيت على طول، يعني انا ما بروحش خالص. ده اللي حصل. وسايبين بتوع المخدرات والسلاح وجايين يقول لي انت شغلتك. الظابط في الاسم يقول لي انت شغلتك. ويوم ما خدك عمل معاك ايه؟ يوم ما خدني كان في ناس بتبيع مخدرات قدام الباب وسابهم ومشي وخدنا انا. بقول له يا بيه انت شايف قدامك اهو، يا راجل فين زي حالاتي. جت مع مراته قال لي امشي والفاظ كده يعني. وقعدت في الاسم قعدت اسبوع عشان كانت غلبت الدنيا. غير المرمطه والمدارس بتاعت مراتي. اجمالي الفلوس بتاعتك قد ايه بقى؟ 4200 للراجل. يعني انت مرفوع عليك قضيه ب 4200 جنيه. جايب لي سنه سجن. وجايب لك بنت سنه سجن. جايب لي سنه سجن. رحت له وقال لي انا ليا حق. قلت له حقك، طب اصبر عليا. ما رديش اصبر. وحقه وانا مش عارف ادفع. انا اتاخرت شهر واحد بس. بدفع 150 جنيه في الشهر. اتاخرت شهر واحد بس. ايه رايك يا استاذ احمد؟ تعليقك؟ تعليق ان ده اللي بيحصل ده من تفاهات الامور. الراجل بيقول ان هو الشرطه بتقوم بعملها، لكن المفترض انها بتقوم بعملها تقوم بعملها وهي ماشيه في الشارع في الطريق لقت غلط تقف. يعدل الغلط دي تاخده. لو هو بيقول لي ده يعمل ده ناس بتبيع مخدرات. والله وكان معاه سلاح. يعني معاه فرد مخدرات وسلاح. هو بيأدي عمله
مفترض المأمورية في نقارن بين الخطأين. خطأ للدين رغم انه حق الراجل انه يرفع القضية وحق ده المواطن ده انه يدفع، لكن لقى حاجة أبشع وأكبر وأضخم ومن أكبر مفاسد الشباب المخدرات. المفروض كل جريمة تاخد قدرها من الاهتمام. ده فين 4000 جنيه؟ واحنا بعنا أراضينا بطلب الفلوس، بعنا الغاز بملاليم، بعنا كرامتنا للي وسوى وما يسواش 30 سنة. وأملنا دلوقتي الحاجة الصغيرة دي نبص اللي مش عايز أقول كادحين، اللي أقل من الكادحين مثل المواطن وفي أقل منه، مفترض نبص لهم زي ما هنعفو دلوقتي الرئيس هيعفو عن المعتقلين. المفترض جزء من الميزانية ليسد ديون أمثال هذا الرجل. والله انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. يعني انا بس ممكن اقول ايه، انا اقول حاجه صغيره يا جماعه. زي ما بنطبق القانون نطبق روح القانون. امين الشرطه ولا الضابط اللي يخش عشان ياخد واحد عشان خد 3 4000 جنيه يبص لحاجه بيقبض منه بتاع المخدرات، بيقبض منه امين الشرطه ده بيقبض منه. احنا بنقول ايه، لو هو شايف ان الراجل ده معاه 4000 جنيه بيهرب منه من حقه ياخد. لكن المفروض يا جماعه نطبق روح القانون زي ما بنطبق القانون. خليكم معانا ناخد فاصل ونرجع في حلقه تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. بس هو كان في الفاصل حاجات كتيره جدا، نقاشات يعني مش هنعرف نقولها لكم لان حاجات بتوجع القلب. هنتكلم مع عادل النهارده، عادل مصطفى محمد، شاب مصري دلوقتي بقى راجل وهيخش في كهوله، ولحد دلوقتي مش لاقي حل ومش عارف يعمل ايه. اتصف دراعه وهو شغال. انا مش هتكلم كتير عشان عارف الناس ممكن تزهق. انا هسيب الناس هي اللي تتكلم وانتوا اللي تحددوا وانتوا اللي تقرروا. ازيك يا عادل؟ بس ايه مشكلتك يا عادل؟ والله يا استاذ انا مشكلتي ان من يوم الثوره احنا من يوم الثوره حضرتك ماشي وانا قاعد في البيت. يعني من احداث الثوره على طول احداث الثوره وانا قاعد في البيت. لا في شغل ماشي ولا في اي دخل خش واحد زي حالتي. انا حضرتك النهارده ماشي، يعني انا حضرتك النهارده 50 سنه او 49 سنه ماشي. اولا يعني انا شغال عامل على باب الله. انا مهنتي سباك صحي، بشتغل مع ده شويه عندي ده شويه عندي ده عندي ده عندي زبون عندي اي حاجه، فانا رزقي يوم بيوم. ومن يوم الثوره حضرتك واحنا قاعدين نايمين مش لاقيين شغل. كان اللي كان معايا قرشين او اكتر او اقل بتصرفوا ماشي وقاعدين حضرتك دلوقتي من غير شغل من غير اي دخل ماشي. من يوم الثوره للنهارده سنه ونص واحنا مفيش اي دخل نهائي خالص. عندك اسره؟ عندي اسره. مكونه من كام واحد؟ اسره دلوقتي حاليا مكونه من 4 بس فيهم واحد متجوز وقاعد بره منفصل ماشي، وفي انا والمدام موجود ومعايا الولد التالت مش موجود حاليا ماشي. حضرتك لا ده كانت والدتي معايا، وطبعا لما الظروف اتأزمت والعمليه والكلام دوت ماشي وديتها عند اخويا. برضه اخويا راجل عامل برضه قاعد. يعني المشكله النهارده مشكله عمل. مشكله عمل بس يا استاذ. مفيش عمل. مفيش. والاصابه اللي انت قلت لنا عليها، لا هي بالنسبه لحضرتك الاصابه دي يعني الحمد لله انا كنت برضه حضرتك رحت للدكتور ماشي وقال لي لا ده في اورده في دراعك وبتاع، انت لو عايزين عمليه وبتاع الكلام دوت ماشي. لو عملنا العمليه حضرتك هتقعد ماشي من الشغل. قلت له حضرتك انا ما عنديش استعداد لعمليات دلوقتي، الكلام ده كان في اليومين الشتاء اللي فاتوا. يعني العمليه هتسبب لك عجز عن العمل. عجز عن العمل. فانا حضرتك رفضت ان انا اعمل عمليه وتتحمل الالم في مقابل انك تشتغل. في مقابل ان انا اشتغل، ان انا عايز اجيب رزقي ورزق عيالي ورزق والدتي مش لاقي حضرتك. انا بتحمل الالم. انا حضرتك يعني لو نسمه هواء في دراعي، انا دراعي كله بينمل، يعني دراعي كله بينمل. وفي الشتاء بالذات حضرتك انا دراعي ده ما بقدرش احركه. بس انا بتحمل. ما جربتش تشتغل في شغلانه ثابته مثلا يعني سكيورتي امن في اي شركه؟ ما لقيتش حاجه حضرتك لان انا سني مش صغير. انا سني حضرتك مش صغير. طب ما جربتش وزاره التضامن؟ ما جربتش
تسلك اي طريق من الطرق اللي هي ممكن تحمي ما عرفتش اوصل لاي حاجه من الحاجات حضرتك. حتى يمكن كان في احداث الثوره زي ما قالوا ان في حكومه منزله مبالغ للناس اللي اتضررت. احنا رحنا قدمنا ورقنا برضه زينا زي اي ناس، ورحنا مثلا بعد شهر بعد بتاع رحنا ندور على اسامينا، ما لقيناش اسامينا. ماشي، مره واثنين وثلاثه، ورحنا التضامن الاجتماعي اللي هو في المجمع في الجيزه غير اللي في الوراق. ماشي، رحنا ما لقيناش اسامينا، سكتنا. هنعمل ايه؟ شكوتنا كسر ربنا. فدلوقتي حضرتك احنا انا عن نفسي، مش انا بس حضرتك، يعني انا بتكلم بلساني ومش بتكلم بلساني بس، بتكلم الحال اللي انا شايفه قدامي. ماشي، لناس كتير قوي مهنيين في طائفه معمار، ماشي، كنجارين كسباكين كمبلطين كحاجات كتيره قوي. ماشي، كل حضرتك الناس دي قاعده، اللي معاه عياله واللي معاه بناته على وش الجواز وحاجات كتيره قوي. ماشي، كل الناس دي قاعده. انا عامه انا بتكلم عن نفسي، يعني انا بتكلم عن نفسي. انا حضرتك من ضمن الاحداث اللي انا فيها حضرتك، يعني اللي كان معايا انا اتصرف والكلام ده المهرجانات، وحضرتك انا استلفت واتدينت. غير حضرتك دلوقتي انا عندي 10 اشهر كهرباء مكسورين عليا، يعني 10 اشهر كهرباء مكسورين عليا. وانا حضرتك يعني انا استلفت من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومديت ايدي. طب هروح فين وهعمل ايه؟ وانا راجل حضرتك يعني بشتغل بدراعي. ايوه انا راجل بشتغل بدراعي، عامل بيشتغل بمجهوده بمجهودي. ماشي، حضرتك لا في معاش لكن ولا في تامينات ولا لكن في. انت خبطت على كل الاماكن اللي ممكن تتواصل معاها. انا مفيش باب اتفتح. حضرتك انا ما فيش حد قال لي انت بتعمل ايه ولا باب رحيلك فين ولا عملت ايه. وانا حضرتك من يوم الثوره للنهارده حضرتك انا مش عارف اجيب جنيه لان مش لاقي مجال. بس يعني اسمح لي يعني اقول لك انت ايه كل مجهود من يوم الثوره هل كنت قبل الثوره كنت شغال كويس؟ كنت حضرتك قبل الثوره حضرتك يعني انا كنت بشتغل ماشي، يعني ممكن اشتغل مثلا 15 يوم في الشهر او 10 ايام في الشهر او 20 يوم تجيب مصاريف ماشي، يعني على حسب لما مؤاخذه حجم الشغل اللي قدامي او حجم الشغل اللي مع الناس. انا حضرتك كنت بشتغل مع مهندسين او مع لا مؤاخذه عملاء صاحب اماكن وبتاع الكلام ده. طبعا حضرتك يعني انا والدتي كانت عندي. طبعا حضرتك انا لما الظروف اتعملت كلها ماشي، انا وديت والدتي عندي اخويا. وعندك بنات حضرتك؟ لا انا حضرتك انا ما عنديش بنات. معاك انا معايا صبيان. في مدرسه؟ لا. بيشتغلوا؟ لا. بيشتغلوا برضه. معاهم شهادات؟ معاهم شهادات ايه؟ حضرتك يعني واحد معاه تكنولوجيا ومعلومات والتاني معهد فن تجاري. متعلمين، انا صرفت عليهم وعلمتهم. ما بيشتغلوش برضه. ما بيشتغلوش. يعني حتى لو كانت الشباب دي بتسند كانت سندتك. انا بقول لك ما بيشتغلوش. انا غير حضرتك ده كده معلش يعني كنا شغالين وبتاع كلام. انا عندي اخت ارمله، يعني كل اللي بيقدرنا عليه ربنا ساعد كنا بنعمله. فاصبحنا من يوم الثوره حضرتك ما فيش. ايه رايك في الاقتصاد؟ هو الثوره مش هي اللي عامله الموضوع، الثوره ان احنا ركزت كل الاهتمام والناس ركزت في مش قصدي حضرتك. لا 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 ما انا عارف مش قصدي. ركزت كل الاهتمام وكل اهتمامنا كلنا في المجال السياسي والثوره والاحداث المتلاحقه اللي حصلت في الثوره. لكن احنا دلوقتي عاوزين دلوقتي حاجه، البطاله دي مش بطاله شاب ولا شيخ ولا كبير، ده بطاله عامه. الحل فيها موضوع نوع من التكافل. ازاي؟ الاتجاه الدوله والدول كلها دلوقتي الاتجاه للقطاع الخاص. جميع شركات القطاع الخاص ما بتعينش، بالعكس دلوقتي بتطلع العاملين. المفترض التوجيه يبقى من الحكومه ومن الاتجاه البنود اللي تعهد بها الرئيس محمد مرسي في الموضوع ده، في موضوع البطاله. رقم واحد البطاله. المراكز الاوروبيه بتقول ان نسبه البطاله في مصر 24%. الرقم اللي طالع من الحكومه 12% بتقول 24%، لان الحكومه بتحسب لو انا في عمل النهارده وثبت في عمل بعد 3 ايام سبته نزلت بالعمل رغم ان انا معايا لمده عام كامل. لمده عام كامل، رغم ان هي عشان كده الرقم اللي طالع من الحكومه من 12% بره بقول 24. الحل الوحيد حصر شامل كامل
بعيد عن التعداد اللي هو اللي كان اخره تعداد 2006. مجموعه من المتطوعين او غير المتطوعين اللي خبطوا على كل بيت بيت. مين اللي بيشتغل؟ فلان الفلاني. وريني بتشتغل ازاي؟ اهو هذا كارنيه. انا ما بشتغلش، كتب اسمه وبياناته كامله ولابد من الحصول على العمل ايا كان اسمه ايا كان سنه. الراجل دلوقتي فيه ملحوظه مهمه جدا. الراجل اللي في المعاش كان زمان الموظف يطلع معاش سعيد جدا انه طلع معاش، ياخد معاش وولاده بيشتغلوا. دلوقتي الراجل بيطلع معاش ما زال للان بيصرف على ولاده لانه ما تعينوش. قيس هذه المشكله ومشكله الاخ نفس الموضوع، 47 سنه 48 50 سنه ما زال قادر على العمل رغم شوف اهميته وحبه للعمل وحرصه على بيته، تغاضى عن اجراء العمليه بمقابل انه ما يظل يعمل، في حين انه المفترض يعمل العمليه ويعمل وحتى العمل المناسب ليه ويبقى ويتكفل الباقي من الدوله. احنا النهارده بنتكلم في توفير فرص عمل للناس كلها اللي تعبت اللي مش لاقي مكان تروح. هنكمل بعد ما نطلع من الفاصل، بس خلي بالكم اللي جاي اخطر وافظع، خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل مع مسعد، كان شغال مع غير سباك، بيشتغل مع كبارات البلد، وقع من تاني دور اتصاب في دراعه، من ساعتها قاعد في البيت ومحدش سأل فيه ومحدش قال له انت فين، والراجل مش عايز حاجه. بس الراجل ليه شكوى والشكوى هنوصلها هنا. برضه مش هطول وهسيب الراجل هو اللي يقول كل الكلام اللي هو عايزه. مساء الخير يا مسعد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. هتعليك صوتك شويه عشان الناس تسمع صوتك. احكي موضوعك من غير خوف. انا مسعد محمود احمد شحاته، دبلوم تجاره 79. انا كان طموحاتي واملي ان انا ربنا يكرمني ان انا اتعين تبع الحكومه بعد ما اخد الدبلوم. طالما خدت الشهاده يبقى انا لازم استنفع بيها عشان خاطر امن مستقبلي. فلما خدت الشهاده وربنا كرمني رحت ثبت الدبلوم ده في القوى العامله. وكنت دخلت الجيش 17 1 82 خرجت 1 4 84. ويا ريتني ما خرجت من الجيش، كنت نفسي اجدد لكن للاسف دي فرصه راحت عليا. لكن خرجت وقلت ربنا يكرمني بقى واحد التعيين بتاع الحكومه. كان نفسي اشتغل مدرس ابتدائي، كان على ايامي انا كانوا بيشتغلوا فعلا مدرسين ابتدائي. كنت سالت في القوى العامله قالوا لي تعيينك لسه ما جاش. بقيت اشتغل بره يمين وشمال وابعت 14 واسال تعيينك لسه ما جاش. لما نبعت لك يبقى تعالى. فضلت حوالي بتاع سنتين لحد سنه 88 لحد سال فيا. رحت القوى العامله دخلت شؤون الطلبه فبسال على تعيين، قالوا لي تعيينك سقط. قلت لهم تعيينك سقط؟ وانا اصلا جالي تعيين ولا اصلا جالي جواب يخطرني يقول لي مثلا تعيينك جه في حته فلانيه؟ مفيش. زعيق ويمين وشمال مع المسؤول اللي هناك، الموضوع وصل للسيد احمد العماوي. فجه قال في ايه اللي الزعيق ده؟ فانا بقول له يا باشا حصل كذا كذا كذا. قال لي خلاص طالما قال لك تعيينك سقط يبقى سقط، روح القطاع الخاص. قلت له يا باشا ده لما فيش جواب جالي على البيت المكان اللي انا مقيم فيه ويخطرني يقول لي ان انت تعيينك جه في حته فلانيه زي ما بيجي لاي واحد. برضك زعق لي وبتاع وانا مشيت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فطبعا انا اتدمرت عشان اخد القطاع الخاص، عاوز وسايط وبتاع وكان طبعا الكلام ده كان في ظل حسني مبارك والكلام ده كله. فانا رحت كذا باب اخبط عليه، مفيش حد، ليه حد متنادي، ايه الرشاوي والواسطه والمحسوبيه، كل ده كان موجود. طب انا هوصل ازاي؟ وهبني مستقبلي ازاي؟ انا راجل عاوز اتجوز. ربنا كرمني وقعدت اشتغل في المعمار يمين وشمال وبتاع لحد لما ربنا كرمني اتجوزت، خلفت بنتين وولد. عشان خاطر اعباء المعيشه انا قعدت بنت من المدرسه، قلت تنفع تخدم امها في البيت، ما اقدرش ان انا اعين ده كله، وخليت بنت هي اللي تكمل هي واخوها. بنت في اعدادي دلوقتي وجوز ربنا كرمه وراح سنه 5. انا عايز اعرف الاصابه بتاعتك. حته الاصابه بقى، انا طبعا اشتغلت في المعمار والكلام ده كله، كنت شغال عند محمد حامد نسيب حبيب العدلي. كان ساعتها الكلام ده من 5 سنين، لسه البلد بقى. وانا شغال وقعت من الدور الثاني، فوقعت على كوعي دوت، دراعي دوت.
فلقيت العضمه دي خرجت بره وبتاع، فوقعت على كوعي دوت، خرجت لقيت العضمه دي بره، وطبعا انا حصل لي فتحه عند عيني هنا كده جامد. هو خرج من مكتبه ايه في ايه وبتاع، الكلام ده كان في 12 رمضان 13 رمضان، يلا ودوني مستشفى الهلال. خدوني ودوني مستشفى الهلال. انا المفروض طبعا في حاله زي كده فمش في رايي ان انا اعمل محضر كده بتاع، حتى هعمل محضر، اعمل محضر لمين؟ اعمل محضر لواحد مسيحي بالعدل وزير الداخليه؟ مش ممكن. فكنت دخلت الراجل الدكتور اللي عامل العمليه اسمه الدكتور محسن السيد، استشاري كبير، فبوظ العمليه. بدأت بقول له يا باشا وبتاع، معلش يا مسعد وبتاع وكده، انا هبعتك على واحد في مستشفى الساحل التعليمي ويديك جهاز وبتاع وكده. فانا بقول له يا باشا هو يديني جهاز يعني ايه؟ قال لي جهاز وتعمل عليه علاج طبيعي وكده. قلت له طب الجهاز ده هيدوني يعني لله كده ولا هروح بيه؟ قال لي لا فبالفلوس. ثمنه حوالي كان من 14 ل 16. قلت له طب وانا معايا عشان اجيب الحاجات دي. فيا باشا انا عاوز عمليه. فقال لي ربنا يسهل. رحت لعبد محمد حامد فبقول له يا باشا حصل كذا كذا كذا. قال لي طب وانا مالي؟ منك مين الدكتور؟ وزعقت والدكتور. فواحد موظف هناك عند محمد حامد اللي هو فاتح شركه عكاظ في 35 شارع رمسيس قصاد مستشفى الهلال، بوجود الموظفين مع البواب اللي اسمه مصطفى، ونسيب البواب اسمه حسين، مع السباك اللي كنت شغال معاه اسمه عبد الرحمن عوف وشريطه طارق عوف. بقول له يا باشا طب انا حالتي وما معيش والكلام ده كله، ربنا كرم واحد موظف من هناك كان له اي حاجه وبتاع وكده، فالراجل اهتم 600 جنيه وقال لي ما تجيش هنا تاني. حتى السباك اللي انا كنت شغال معاه من منطقتي انا وحبيبي واكل معايا عيش وملح قال لي ما تجيش هنا تاني، دي امور شحاته اللي انت بتعملها دي. انا بصراحه الشيطان لعب في دماغي وحطيت في دماغي ان انا اقتل الراجل ده بصراحه، الحق يتقال. بس برضك رجعت تاني وقلت عيالي وبتاع والكلام ده كله، انا لما السجن هاخد ايه وبتاع، واقسم بالله العلي العظيم انا على الهوا وربنا حاسبني انا كنت هقتله فعلا. رجعت انا على المستشفى ودخلت المدير المستشفى بقول له يا باشا حصل كذا كذا كذا. قال لي منك ليه؟ قلت له مني ليه؟ بقى انا جاي ليك انت كقدوه تقول لي منك ليه؟ قال لي منك ليه اعمل. قلت له انا اضربه؟ قال لي اعمل اللي انت عايزه. رحت للدكتور محسن بقول له يا باشا دراعي انا معايا عيال عاوز اعمل عمليه. قال لي طب اجري اقطع تذكره. التذكره كانت في الايام دي ب 10 جنيه. قطعت التذكره وجه راح مديني على تذكره كاتب فيها يعاد عمليه ثانيه وانا معايا الاثبات. طب يا باشا انا هاجي امتى؟ قال لي ان شاء الله انا باجي 2 و4 فتعالى لي يوم الاربعاء. قلت له ماشي. رحت يوم الاربعاء ومعايا الجواب التذكره مكتوب عليها، فقابلني قال لي يا مسعد ده ما فيش سرير. قلت له يا باشا ماله ومالها مع الارض؟ قال لي لا هنا الكلام ده ما فيش هنا مع الارض. قلت له تعالى يوم الاثنين. اروح له يوم الاثنين قال لي انت مالكش عندي عمليات. قلت له ازاي يا باشا وبتاع ده انا طب انا راجل كده بقى حسيت بعجز، انا ما بقدرش ادق ولا اعمل اي حاجه خلاص ما فيش اي حركه، حتى باكل دلوقتي بايدي الشمال، حتى عشان اكل باليمين انا اخري كده. ما كنتش بقى مدي بقه كده قوي كده على المعلقه مش هينفع، ده باكل ازاي مع ناس وقعت على الطبليه. وده منظر كده، ده منظر ده يعني ده شكل دوت. قال لي مالكش عندي عمليه وكان عاوز ياخد مني التذكره ويقطعها. يقول انا ربنا كرمني وخدت منه التذكره دي واحتفظت معاه مع الفيشيه بتاعي موجود معايا في جميع الاوراق والاشاعات كلها ساعه ما دخلت المستشفى. حتى الراجل بتاع الاستعلامات انا مش فاكر اسمه اديله رشوه 100 جنيه ساعتها 100 جنيه. ولما جيت خرجت من المستشفى لما عملت العمليه صاحبي ده قال لي الراجل محمد حامد ده 7000 جنيه احنا صرفنا عليه 500 في المستشفى. ودي 500 اهو. محمد حامد ده انا مش عاوز اتكلم عليه لان ده راجل مش مليونير، ملياردير. بصرف النظر ان هو اسمه حبيب العدل، ده راجل عنده شركه اسهم مساندات وعنده موظفين وعنده في العماره اللي انا كنت شغال فيها دي كان اكتر من حوالي 3 شقق، اي شقه كانت بتقطع كان بياخدها على طول يعملها مكتب وكان بيروقها من كله. فهو راجل مبسوط مش محتاج. انا كل اللي انا عايز حقي، دراعي ده مين يعوضه لي؟ انا رحت لواحد محامي بعد موضوع الثوره قال لي خلاص انت حقك كده سقط بالتقادم مش هينفع. طب اروح لمين؟ انا حاولت اوصل لمجدي الجلاد ما رضيش يقابلني. فانا يعني حاولت ان اوصل لناس كتير ما حدش عبرني. ليه؟ انا راجل مواطن مصري من حقي ان انا اقابل ده واتكلم مع ده وحقي يجي لي. انا عايز حقي بصراحه، عايز حقي من الراجل ده اللي اسمه محمد حامد.
ان هو عاملني معامله مش كويسه. طب عاملني معامله حلوه، وقلت له انا معايا دبلوم تجاره، طب شغلني عندك حتى في اي حاجه، مخازن بتاع اي حاجه، عم اودي ورقه هنا ورقه هنا، ولا حياتي لما انتوا نادي خالص. حتى كان نفسي ان انا اتعين في اي شركه في اي حاجه، ما فيش قطاع خاص مش ممكن يقبلني ازاي؟ والراجل دلوقتي عندي 50 سنه، تعبت ولفيت يمين وشمال عشان خاطر هنا وهنا، ما فيش، ما حدش يسال فيا. فعلا صحيح زي ما بيقولوا، مع احترامي لللفظ، الفقير ريحته وحشه. فعلا الفقير ريحته وحشه، حتى لما بيموت برضه بيبقى ريحته وحشه. حتى بقى طب بنحس كده ان الفقير كده وهو ميت كده الجنازه مش هي. لما بيكون راجل مبسوط بتلاقي ايه اعداد مؤلفه، وما عامل له في الحته كلها صرادق وهنا. ليه؟ انا راجل مواطن مصري، ما بقول شربت الميه النيل وبتاع، انا مصري من حقي ان انا ليا حقوق هنا في بلدي لازم انا اخدها. انا بقى يعني السيد رئيس محمد مرسي وصل وربنا كرمه وانتخبناه، ووصل. ده انا قبل ما افوت كمان المعلومه دي، لما عملوا انتخابات مجلس الشعب وانتخبنا محمود عامر، انا رحت لمحمود عامر ما عبرنيش بعد ما انتخبناه، رحت لمصطفى جعفر سلمان في المقر بتاعه، ان هو برضه كان في الخلافه هنا هو، وقابلته وقلت له يا باشا الوضع كذا كذا كذا، ما ادانيش عقد نافع، وجه عمل مؤتمر عندنا في الوراق عندنا، وقعد بالكراسي وبقول له انا فلان الفلاني ووضعي كذا 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 كذا، ما عبرنيش. قلت له انا انتخبتك غلط، انا صوتي جالك انت غلط، وبرضك من فضل الله ان هو مجلس الشعب الحل الحمد لله، ان الناس دي اصلا مش في مكانها الطبيعي. انا برضك بناشد برضك المسؤولين الكبار، وعلى راسهم برضك رئيس الجمهوريه حاليا محمد مرسي، وبقول له في لحظه تجلي كده مع نفسك، في ناس كتير قوي شباب متعلمين وسنهم عدى ومتعينين تبع الحكومه، يا ريت يطلع كده قرار كده في التلفزيون يقول على جميع المؤهلات اللي ما اتعينتش في الحكومه تيجي للقوى العامله، حتى انا فاضل لي 10 سنين في عمري اتعين بيهم عشان خاطر بس يبقى ليا مكانه في البلد، يبقى انا حسيت ان انا خدت الشهاده من حقي ان انا يبقى ليا مكانه في البلد دي. يا ريت والله العظيم ثلاثه نفسي حقي يوصل، انا عاوز حقي. صوتك هيوصل يا مسعد ان شاء الله. استاذ احمد، والله دي الحالة بتاع طموح مقتول. دي حالة من حالات الفساد الإداري والإنساني. الوضع باين والحالة ظاهرة. في مسؤولين كتير وسامعين الكلام ده، والحل الوحيد يقوموا بيه، لأن معروف أنا أقول إيه؟ يمشي بنفس الاتجاه اللي ماشي. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. ماذا يحس هذا الرجل؟ الغربة في ماذا يقول؟ لابد أن يحس بالغربة في وطنه. هل يرضى هذا حالته المسؤولين؟ أي مسؤول، بالإضافة إلى الجمعيات والناس بتوع ربنا والجمعيات الخيرية لا زي لا مثلا الزحمه دي، الراجل اللي هو اسمه محمد حامد يعني، هل الشركات دي ما بتتعاملش مثلا في ابواب خير وحاجات زي كده؟ بتعمل وبتطلع وبيخصموا الضرايب. يعني لما يشغل مثلا عنده اخ مسعد، ايه المشكله يعني؟ انا عايز اقول المشكله مش شغاله عنده. هذه الشركات ومن امثال هذا الرجل، الخير اللي طالع خير لابد ان يحقق مصلحه ليه، مش خير لوجه الخير او خير لوجه الله ابدا، خير لابد من تحقيق مصلحه تعود. ابسط المصالح الضرائب، بالاضافه الى فلان علان كذا كذا كذا، عارف هيطلع بفايده ايه، باستفاده ايه، لابد ان ايه يكون وراء هذا الخير خير اكثر عليه. مش الخير للفقير. انا حقيقي سعدت باللقاء دون وشرفت بيك، حسيت بألمكم، وبقى جوايا من اخر ألم ان اشوف ناس في مصر توصل للمرحله ديت، واحنا بنموت بالبطيء، بنموت في كل يوم وفي كل لحظه، ونفسنا في حاجه واحده بس، حد يجيب للناس دي حقها. مش عايزين حد، احنا عايزين مصر. مصر هي اللي تجيب دي للناس حقها، زي احنا بنقول عايز حق. والسلام عليكم ورحمه الله.